أهالي سينا قدموا أكلهم والمواشي بتاعتهم وحتى هدومهم للمقاتلين المصريين على الجبهة، واستضافوا الجنود اللي تاهوا في سينا وفتحوا لهم بيوتهم. الهزيمة أمر وارد وممكن يحصل لأي قوة في العالم، لكن الهزيمة الحقيقية هي هزيمة الإرادة. السلام عليكم. عايز أسألك سؤال، لو جبت لك أسد من الغابة أو من السيرك أو من لايفات التيك توك حتى وسألتك الجد العشرين للأسد ده كان إيه؟ هل ده سؤال محتاج تفكير علشان تجاوب عليه؟ الجد العشرين للأسد كان أسد برضه، ما كانش سنجاب يعني. والجد ال30 وال40 وال500، ما هو الأسد بيخلف أسد بيخلف. أكيد عرفت الحيوان وصاحب الجنسية اللي بنرمي عليهم، ولو إن هم يعني مش أصحاب جنسية ولا حاجة، دول متجمعين من كل بلد شوية وسارقين حتة أرض وضاربين ورق. بس ما علينا، اتفقنا إن الأسد بيخلف أسد. في بعض البلاد اللي مر منها ملوك وأباطرة ليهم أهمية تاريخية، البلاد دي خلدت أماكن مرور الشخصيات دي وعملتها مزارات سياحية، ولسه عايشة على حس المرور ده لحد النهاردة. فلما تكون بلدنا فيها المكان الوحيد على وجه الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى تجلى عليه وكلم فيه إنسان مباشرة كده بدون حجاب، الأرض اللي حصل عليها أهم حدث في التاريخ الإنساني كله، هو في حدث في الكوكب ده كله أهم من تجلي ربنا عليه؟ الأرض اللي فيها جبل الطور اللي ربنا سبحانه وتعالى أقسم بيه، والتين والزيتون وطور سينين. الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها بالخير والخصوبة لما قال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وأمر سيدنا موسى يخلع عليه وقال له إنك بالوادي المقدس طوى. في مكانة لأرض في الدنيا أكبر من مكانة الأرض دي. لما تكون الأرض دي بتاعتنا احنا نعمل فيها إيه؟ طب لما حد يسرقها مننا نعمل فيه إيه؟ طب لما نضحي بأرواحنا ودمنا علشان نرجع الأرض دي تاني نحتفل بيوم رجوعها مرتين في السنة ولا لأ؟ أنا عن نفسي مستعد أحتفل برجوع سينا 73 مرة في السنة وناخدهم كلهم أجازات علشان محدش يزعل مني. في كل يوم من نفس السنة اتعودنا كلنا نحتفل مع بعض، كلنا كده بذكرى انتصار 10 من رمضان، وبنتكلم كتير عن بطولات جيشنا المصري العظيم بمختلف أسلحته ووحداته وأفرعه، ودي حاجة جميلة جدا وأنا معاها جدا جدا. بس في مساحة كده حاسس إنها ما خدتش تغطية إعلامية كافية. المساحة دي هي بطولات أبناء سينا المدنيين. وزي ما اتفقنا في أول الحلقة إن الأسد بيخلف أسد، فالأرض العظيمة بتطرح رجال عظماء. اللي حصل في 73 كان ملحمة هيحكيها التاريخ سنين وسنين، هيحكي عن جيش كان بيحارب وشعب كان واقف بيحمي ظهره. وإحنا كده كده جيشنا هو شعبنا وشعبنا هو جيشنا، مننا فينا يعني، مش زي حد ولا حد زينا، وربنا يديمها يا رب علينا نعمة. علشان كده أنا ناوي النهاردة أتكلم عن جزء صغير قوي من بطولات أهل سينا اللي حصلت في الفترة ما بين نكسة 67 وانتصار 73، سواء بقى بمجهود فرد منهم أو بتعاون وتنسيق مع الجيش المصري. يعني خلينا أقول لحضرتك كده الوضع كان عامل إزاي في 67. عساكرنا وظباطنا تايهين في الصحراء، وسينا وقع في إيدين العدو، والبيت اللي كان بيستخبى فيه ضابط ولا عسكري مصري ويتكشف أمره كان كل اللي جواه بيتصفوا. ومع ذلك محدش ساعد ظباطنا وعساكرنا غير أهل سينا، حموهم وخبوهم وساعدوهم يوصلوا القاهرة كمان. أهل العريش مثلا أول ما عرفوا إن قوات العدو سيطرت على سينا عملوا إيه؟ تحفظوا على 300,000 جنيه كانوا موجودين في بنك اسكندرية، وده كان مبلغ كبير جدا، وقسموا المبلغ ده وخبوه عند مشايخ القبائل علشان العدو ما يوصلش ليه ويسرقه، وبعد كده سلموا كل الفلوس اللي تحفظوا عليها للجهات المصرية المختصة. أهالي سينا كانوا بيعملوا كل شيء يقدروا عليه علشان ينقذوا ما يمكن إنقاذه، لدرجة إنهم دخلوا مباني السجل المدني وخدوا الأختام والأوراق اللي ممكن العدو يستغلها في تزوير أوراق وتهويد مواطنين مصريين، وباستخدام نفس الأوراق والأختام دي طلعوا بطايق شخصية مزيفة طبعا، وده حلال جدا في التوقيت ده، وهقول لحضرتك ليه.
لأن البطايق دي عملوها للضباط والعساكر اللي مستخبيين في بيوتهم علشان يوهموا العدو إنهم من أهل سينا أصلا ومش تبع الجيش، وده لحماية أرواحهم. وتخيل كده إن الناس اللي في إيديهم الأوراق والأختام دول ما تسجلتش عليهم عملية تزوير واحدة أو أي فعل مخالف للقانون. هم استخدموا الأختام دي في حماية عساكرنا وضباطنا وبس، وبعد كده سلموها برضه للحكومة المصرية. الشيخ عيد أبو جرير، وده من قبيلة السواركة ومؤسس الطريقة الجريرية الأحمدية في سينا. الراجل ده أمر رجالته وأتباعه يجمعوا كل الأسلحة اللي سابها الجيش المصري أثناء عملية الانسحاب ويخبوها في أماكن سرية، وسلم كل السلاح ده بعد كده للجيش المصري، وعرض حياته وحياة أتباعه للخطر في مقابل إن السلاح بتاعنا ما يقعش في إيد العدو. موسى رويشد اللي سموه مهندس الألغام، ده واحد من أبناء سينا، كان فنان في زراعة الألغام في طريق العدو. كان غاوي يعمل لهم كماين ويصطادهم زي أي حد غاوي الصيد أرانب برية، لدرجة إن جهاز المخابرات بتاعهم قلب عليه الدنيا ومعرفوش يوصلوا له. أصل صحراء سينا مش مكان سهل، دي متاهة، وهم عارفين الحكاية دي من زمان وتاهوا فيها قبل كده، فمحدش يعرف مخابئ ودهاليز سينا غير أهلها. وابقى وريني بقى هتعرف ترشيهم إزاي أو حتى تهددهم علشان يسلموا البطل بتاعهم اللي دوخهم. الشيخ سالم الهرش، شيخ مشايخ قبائل سينا، واحد من كبار قبيلة البياضية، وبما إنه ليه كلمته المسموعة على أهل سينا، حاول العدو يستميله بعد نكسة 67 علشان يقنع ولاد بلده بخطة تدويل سينا. وخطة تدويل سينا يعني نزع سيادة مصر الكاملة من عليها وجعل إدارتها أو أمنها أو جزء منها تحت سلطة دولية أو مشتركة. لكن الشيخ سالم وقف في وش مشديان وقال له الأرض دي مصرية وهتفضل مصرية. بس هي الحكاية ما جاتش كده مرة واحدة، ده الشيخ سالم ادى للأعداء ريق حلو في الأول، خداع استراتيجي يعني، وخلاهم يطمنوا له ويحسوا إن في أمل في أهل سينا وإن مخطط تدويل سينا ممكن، لحد ما عقدوا مؤتمر الحسنة ودعوا فيه رموز عالمية كبيرة وناس من الأمم المتحدة. وموشى ديان كان جايب مخرج إيطالي كبير يخرج المؤتمر في أحسن صورة، كان عايز يوري العالم إن أهل سينا رافضين القيادة المصرية وعايزين يبقوا تحت حماية اللي ما يتسموش. وقدام الدنيا كلها الشيخ موسى بيفجر المفاجأة ويقول لهم عليكم واحد، انتوا فاكرين إننا ممكن نبيع لكم بلدنا؟ وكانت فضيحة وكف تقيل قوي على وش الأعادي. الشيخ سليمان أبو صيام، شيخ قبيلة الملاعبة، اللي أنقذ كتيبة كاملة بسلاحها من الموت في الصحراء أو الوقوع في الأسر ووصلهم هو ورجالته لبورسعيد. المجاهد عمران سالم عمران اللي سموه ديب سيناء من شدة تأثير العمليات الفدائية اللي نفذها في عمق الأراضي المحتلة من العدو. تعرف عدد العمليات اللي قام بيها هو ومجموعته كام عملية؟ 150 عملية. هكلمك عن عملية واحدة بس منهم، وهي عملية نحال سيناي، عملية تمت بالتنسيق مع الجيش المصري، ونقل عمران على الجمال والعربيات النص نقل صواريخ، وأطلقوا 24 صاروخ على مستعمرة نحال سيناي، وأسفرت العملية عن مقتل 21 ضابط وجندي وتدمير 11 طيارة هليكوبتر للعدو، مع قطع خطوط الإمداد عنه تماماً. طبعاً مش هننسى المجاهد السيناوي شلاش خالد العرابي، وده يا سيدي كان واحد من أنشط الفدائيين اللي تعاونوا مع المخابرات المصرية جوه سينا، لدرجة إن مخابرات البعة ده رصدوا مكافأة كبيرة جداً بآلاف الدولارات للي هيرشد عنه، كان مدوخهم يا ابني، عشان كده أطلقوا عليه هدهد بئر العبد. قصته اتكتبت في كتاب المخابرات السرية العربية بتاع الكاتب الإسرائيلي يعقوب كاروز، والمدعي العام العسكري الإسرائيلي عوزي زاك قال بنفسه إن شلاش وشبكته من أخطر شبكات الجاسوسية اللي إسرائيل كشفتها لحد دلوقتي، وده أثناء محاكمته في المحكمة العسكرية الإسرائيلية اللي حكمت عليه ب39 سنة سجن في 4 تهم. المخابرات الإسرائيلية قبضت على البطل شلاش في آخر عملية عملها ورا خطوط العدو في ديسمبر 1968، وكانت العملية رقم 64. وبعد مقاومة شديدة وتبادل إطلاق نار اتصاب البطل في وشه
واتقطع جزء من لسانه وعذبوه بشكل وحشي وهو مصاب. بس العذاب ده ما زادوش غير إصرار وقوة. ومش الرجالة بس اللي كان ليهم بطولات، ستات سينا كمان كان ليهم بطولات سجلها التاريخ. عندك مثلا المجاهدة فهيمة، الست اللي ب1000 راجل واللي كانت مخبية واحد من الفدائيين في بيتها، كانت حفرة له حفرة كبيرة على مقاسه ومغطياه بالحطب، وكانت بتوديله الأكل والشرب في مكانه. ومش هو بس، دي كان معاها جهاز لاسلكي وكانت بتنقل التموين للجيش خلف خطوط القتال. ما فرقش معاها إن اللي بتعمله ده ممكن يعرض حياتها للخطر. وكانت أول ست تتكرم من رئيس الجمهورية وتاخد نوط الشجاعة، هي وجوزها وغيرها كتير قوي. دول أولاد سينا اللي مهدوا الطريق خلال 6 سنين من المقاومة لأعظم انتصار عسكري في العصر الحديث، واللي بنحتفل بيه النهاردة. والكلام عن الانتصار العظيم ده مش هيكون منصف إلا إذا اتكلمنا عن ال6 سنين اللي سبقت الانتصار ده، من تدارك الهزيمة ولملمة الجراح لإعادة بناء القوات المسلحة اللي في ظروف تانية كانت هتستغرق عشرات السنين، لكل العمليات العسكرية والفدائية اللي حصلت خلال حرب الاستنزاف، للتخطيط والتنفيذ في أكتوبر 73 ودعم المجهود الحربي نفسه في أكتوبر 73. أهالي سينا قدموا أكلهم والمواشي بتاعتهم وحتى هدومهم للمقاتلين المصريين على الجبهة، واستضافوا الجنود اللي تاهوا في سينا وفتحوا لهم بيوتهم. الهزيمة أمر وارد وممكن يحصل لأي قوة في العالم، لكن الهزيمة الحقيقية هي هزيمة الإرادة وتغيير معدن الشعب المهزوم، وده اللي محدش يعرف يعمله معانا ولا هيعرف بعون الله. وأهل سينا دول زي ما كانوا شركاء أصليين في انتصارنا على العدو زمان، كانوا برضو شركاء أصليين في حربنا على الإرهاب جوه سينا. وبطولاتهم في المجال ده محتاجة برنامج لوحدها عشان نقعد نحكي ونتحاكى باللي عملوه. إن شاء الله يا رب ننفذ الفكرة دي في يوم من الأيام، ودايما نحتفل بانتصاراتنا ودايما راسنا مرفوعة في السماء. وربنا يرحم الخال عبد الرحمن الأبنودي اللي كتب في الأولى: قلنا جايين لك وجينا لك ولا تهنا ولا نسينا. والتانية: قلنا ولا رملاية في رمالك عن القول والله مسينا. والتالتة: انت حملي وانا حمالك صباح الخير يا سينا. رسيتي في مراسينا تعالي في حضننا الدافي ضمينا وبوسينا يا سينا. وكل سنة وانتوا طيبين.